فن الصياعة. طول عمرنا نسمع عن فن الموسيقى، فن المسرح، فن الرسم، لكن فن الصياعة جديدة دي. ده اللي يعيش يا ما يشوف. الصياعة في الكتاب ده ليها مفهوم تاني ومختلف تماماً عن اللي احنا عارفينه. ايه ده؟ هي الصياعة مش معناها قليل الأدب؟ لا، احنا اتغيرنا خالص يا لينا. الصياعة هنا عاملة شغل على أعلى مستوى. الصياعة فن، مش عن. طب يلا بينا نصيع شوية مع الكاتبة دارين المسلماني في كتابها فن الصياعة. الكتاب متقسم 3 أجزاء. الجزء الأول بيتكلم عن النجاح في الحب والعاطفة، والجزء الثاني بيتكلم عن النجاح في الشغل، والجزء الثالث بيتكلم عن السيكو سيكو. في بداية الكتاب دارين بتقول إنها كانت ماشية مع جوزها في المول ولقت كتاب اسمه Why Men Love Bitches، وبالعربي يعني لماذا يحب الرجال النساء الساقطات. وهي بتفر في الكتاب كده، جوزها قال لها انتي مش محتاجة تجيبي الكتاب ده، أنا هقولك ليه، عشان مش بيحسوا معاهم بالمسؤولية. بتقول كل كلمة قريتها في الكتاب بتأكد كلام جوزي اللي لخص الكتاب في جملة واحدة بس. ولقيت كتاب تاني لنفس الكاتبة اسمه Why Men Marry Bitches، وبالعربي لماذا يتزوج الرجال العاهرات. يعني الموضوع تفوق وكبر وتطور، وبدل ما كان حب بس وصل للجواز. طبعا كلنا عارفين ان كلمة صياعة بنقولها على الشخص اللي اخلاقه بايظة او قليل الادب او اي حاجة شمال، فاهمني طبعا. لكن الصياعة هنا هنقولها على الشخص الذكي والواعي وسريع البديهة. تعالوا نشوف تعريف الكاتبة للصياعة بتقول ايه. هو القدر الكافي من الوعي للتعامل مع البشر والنفس بالطريقة التي تضمن احترام الآخرين وتقديرهم لك وإعطائك حقك كاملاً في الحب والكرامة والنجاح. هو يعني إيه الكلام ده؟ الجزء الأول، النجاح في الحب، البدايات النجاح. تحب تبقي سارة ولا تمارا؟ الكاتبة بتورينا وبتعرض سيناريوهين، السيناريو الأول مع سارة وعمر، والسيناريو التاني مع تمارا وعمر برضه. الاتنين يا عمر ما شاء الله. تعالوا نشوف سارة عاملة ايه مع عمر في بداية علاقتهم. سارة زنانة قوي، دايما بتكلم عمر طول الوقت. انت فاضية يا سارة؟ وهي مش على باله أصلا، يكاد يكون مش مسجل رقمها، لأن في كل أول مكالمة بيقول لها مين معايا؟ فين كرامتك يا سارة؟ ودايما بتطلب منه هو اللي يكلمها، ودايما بترد على كل مكالماته بسرعة. انتي ما وراكيش حاجة يا سارة؟ عمر في كل مكالمة بيقول لها أنا مشغول والشغل كتير. لازم يا سارة يا حبيبتي تنهي المكالمة فورا، لأن معنى كده إنك قللتي من نفسك واحترامه ليكي. واحد بيقولك أنا دلوقتي معايا حاجة أهم من إني أكلمك، مفروض تفهمي يعني. انتي لازقة يا سارة. سارة ألحت على عمر إنه يكلمها تاني، وكمان طلبت إن هما يتقابلوا. انتي مجنونة يا سارة. المهم إن هو نسي وما كلمهاش، ولما افتكر قال أما اتقل شوية كده، ولما قرر يكلمها كان في وقت فراغه. سارة ردت على عمر بمنتهى الغضب، وده أكد له إنه مش محتاج يعمل لها اعتبار. الكاتبة دارين بتسأل سارة يا سارة انتي فاكرة لما تتنرفزي إنه هيهتم بيكي أصلا؟ اتقلي شوية. عمر قال لها عدي عليا في الشغل. طبعا سارة كانت هتطير من الفرحة، سابت المواعين والغسيل وكل حاجة في إيديها وأخدت عربيتها وجريت عليه. اهدي شوية يا سارة، هي فاكرة نفسها كده بتسمع الكلام ومريحة. المهم لما راحت لطها 10 دقايق في العربية، وأول لما قعدوا مع بعض وبيفكر يشرب إيه كلمته عن الأطفال وإنها بتحبهم وعايزة عيال وكده يعني. طبعا ده شيء غير مرحب بيه تماما، حتى لو هو اللي ابتدى الكلام. غير الموضوع فورا. انت عايزاه من دلوقتي يشيل همك وهم العيال؟ أنا لو مطرحه أهرب وأقول يا فكيك. وبعد كده كلمته عن علاقاته القديمة. انتي مالك يا سارة بخطيبته الأولانية ولا صاحبته؟ انتي غلسة قوي يا سارة على فكرة. هتستفادي ايه يعني يا سارة لما يقولك؟ وبعدين أكيد مش هيقولك الحقيقة. خليكي في حالك يا سارة. الوضع اللي بينكم ده يا سارة لا يوحي بوجود أي علاقة بينكم. انتي ممكن تكوني بالنسبة له صديقة أو زميلة أو واحدة بيحاول يكتشفها، وبعد كده قرر يصاحبها أو يتسلى بيها أو يعجب بيها ويتجوزها. الكاتبة دارين بتقول كلمة يقرر هنا صعبة شوية، لأنه هو عقله الذكوري فاكر إنه هو اللي بياخد القرار، لكن في الحقيقة أنت اللي بتاخديه بأفعالك وأقوالك والطريقة اللي بتتعاملي بيها. الإلحاح على الإجابة في البدايات دي يا سارة لغى احتمال إنك تكوني البنت اللي بيحلم بيها.
يؤسفني أقولك يا سارة إنك مش صايعة. الكاتبة ذكرت قدوة لسارة عشان تتعلم منها. القدوة دي هي مثال للشخصيات الناجحة على كل المستويات. القدوة دي يا سارة هتساعدك في إنك لو اتحطيتي في موقف معين هتعملي إيه وتتصرفي إزاي. القدوة دي سمتها تمارا. الكاتبة حطت سيناريو جديد بين تمارا وعمر. السيناريو ده هيورينا إزاي تمارا بتتصرف صح مع عمر في بداية علاقتهم. تعالوا نشوف خلاصة اللي حصل بينهم. تمارا معجبة بعمر، بس ده ما أثرش على شغلها وعلاقتها الاجتماعية ووعودها لأصدقائها. تمارا بتدي كل حاجة حقها، مش هتيجي على نظام حياتها عشان واحد لسه غريب وهي مش متأكدة وضعه إيه في حياتها. خليك فاكر إن إحنا قلنا بدايات ناجحة. تمارا مش رغاية وكل كلمة بحساب. لما عمر كلمها وهي مشغولة قالت له معايا عميل وانتهت المكالمة. لو سارة كانت هترغي وتقول له كان عميل رغاي وكان عايز يأجل الفاتورة وقال لي وقلت له وعد لي وعدت له. لكن تمارا عاقلة وعارفة إيه الفرق بين الرغي والفضفضة. لما طلب يخرج معاها ما وافقتش إن هما يخرجوا لوحدهم، هو لسه بالنسبة لها غريب. ما ينفعش حد غريب أول ما يقولك نخرج تخرجي معاه على طول. تمارا ادت له البديل المناسب في إنه يخرجوا مع أصحابهم. الكاتبة بتقول إن تمارا حققت أعلى توازن بالثلاث حاجات دول. 1. رفضت حاجة ضد مبادئها. 2. عرفت إن هو كمان بالنسبة لها حاجة مهمة. 3. ادت له بديل مناسب ليها. برافو يا تمارا، انتي طلعتي صايعة. كل بنت عايزة تبقى أحلى واحدة في الكون ونفسها إن اللي بيحبها يقول عليها هي دي مزتي حبيبتي، هي دي فتاة أحلامي. الكاتبة دارين هتقولك تعملي إيه وإزاي تصبحي فتاة الأحلام. عشان تبقي فتاة الأحلام في 4 صفات لازم يكونوا عندك. 1. مستقلة. 2. أنثى. 3. بتدلع وبتدلع. 4. شقية ودمها خفيف. الكاتبة دارين بتقولك المغزى مش إنك إزاي تشغلي الراجل وتخليه يحبك، لأ، أبزلطلي. أنا مش بعلمك كيف تصطادين عريس، أنا عايزاكي تعرفي إزاي تكوني سعيدة بالصياعة. طبعا المقصود بالصياعة هنا بالمفهوم اللي عرفته الكاتبة في بداية الكتاب. الصفة الأولى مستقلة مادياً ومعنوياً. بصرف النظر عن طبيعة شغلها هي ممكن تكون جرسونة أو بياعة في محل أو مديرة بنك، بس هي في الآخر عندها دخل شخصي. الكاتبة دارين بتقول لو بتشتغلي يبقي سهمي، والمساهمة تكون بسعة صدر وحب من غير من أو أذى، وتفضل طول عمرها مساهمة عشان لو اتحولت للأساس بقى واجب عليكي أو تدفعي زيك زيه أو أكتر منه. هنا هيختل ميزان الفطرة والراجل هيفقد قوامته. حبيبك مفروض ما يكونش مركز حياتك، هو حقيقة الله طويل العمر يطول عمره وينصره على مين يعاديه أهم وأحلى حاجة في حياتك، بس في حاجات تانية مهمة برضو زي أهلك وصحابك مثلا، وشغلك طبعا أهم حاجة عندك. يعني حياتك مفروض تكون شغالة طبيعي بصرف النظر عن وجوده. انتي مش كتاب مفتوح، مش لازم يكون عارف كل حاجة بتدور في دماغك، اديله فرصة يحتار فيكي. بتحبي حاجات تانية غيره، يعني عندك شغف بحاجات تانية غيره زي الرسم والرياضة والموسيقى وشغلك. انت المفروض بنت مستقلة، سيبيه في الكهف براحته. لما الراجل يقرر يقعد لوحده سيبيه، أكيد عايز يقعد مع نفسه شوية بسبب أي مشكلة، سيبيه في حاله ولغاية ما يخرج من الكهف ويرجع لك تاني بالسلامة وتقولي له كمان الحمد لله على السلامة يا بعلي يا حبيبي. البنت المستقلة مش بيفرق معاها غيابها لبعض الوقت، شيلي من دماغك فكرة إني ما أقدرش أعيش من غيره. الصفة التانية شقية ودمها خفيف. خفة دم البنت وشقاوتها بتلفت نظر الراجل بس بحدود طبعا وبعقل. الراجل بيكون عنده 100 حاجة في دماغه، شغله والتزامات البيت، فبيكون مش محتاج حد يحفر في دماغه ويزودها عليه، هو محتاج واحدة تحسسه إن الدنيا حلوة وشربات وسكريات وعسليات على الأقل على قلبه هو. مراني نفسك كل يوم تشقي على الأقل مرة، وهي مرة من نفسه يعني. الصفة الثالثة وهي إنك تكوني أنثى. هسألك سؤال، هو إيه الفرق بينك وبين صاحبه؟ أكيد مش شنبه. لو صاحبه مستقل مادياً ودمه خفيف هيفرق إيه عنك يعني لو شافه متضايق ممكن ياخده يشربه حاجة ويقول له روق يا عم، تعالى ندخل سينما ولا نشيش ونروق دماغنا كده مع بعض. دارين بتسأل إيه اللي يخلي الراجل يرجع للست ويشوفها سكن ليه؟ إيه اللي يخلي الراجل ما يفضلش يقضي كل وقت فراغه مع أصحابه؟ الجواب في كلمة واحدة، وهو إنك تبقي أنثى. الصياغة بتقول هنا إيه بقى؟ إنك تبقي ذكية في الطريقة والوقت اللي بتظهري بيها أنوثتك
وهو ده اللي هيخليكي فتاة أحلام. أثبتت كل الدراسات والتجارب والأبحاث والحبشتكنات إن اللبس اللي بيظهر أكتر ما بيستر مش هو اللي بيحقق نجاح العلاقة العاطفية. هو بيجذب الأنظار طبعاً، بس الراجل وقتها هيفكر فيك لفترة قليلة من الزمن، مش العمر كله يعني. الكلام ده مش عشان إحنا في مجتمع شرقي، لأ، الكلام ده بيعملوه اللاف كوتشز الأجانب للستات. دي ليها حاجة بطبيعة الراجل سواء عربي أو أجنبي، يعني من الآخر كده اتحشمي. طب إيه أكتر حاجة بتخلي الراجل يشوفك أنثى؟ أكتر حاجة بتخلي الراجل يشوفك أنثى هو إنه يحس في وجودك إنه مرغوب كرجل. الراجل لما يحس في وجودك إنه جذاب ومرغوب، كل ما هيبقى عايزك معاه، كل ما هيبقى عايز يعملك كل اللي يقدر عليه. انفخي في الراجل يا حبيبتي، انفخي على قد ما تقدري، حسسيه إنه راجل مهم وإنه له دور مهم على الكوكب. الصفة الرابعة، الدلع والتقدير كوجه آخر للدلع. اتدلعي ودلعي. دارين بتقول إنها فكرت تضم الجزء بتاع الدلع للجزء بتاع الأنوثة، وفكرت برضو إنها تضمه للجزء بتاع خفة الدم والشقاوة، لأن هما مرتبطين ببعض. بس من كتر ما هو مهم، قلت أحطه في عامل لوحده عشان ياخد حقه في تركيزك. اللي بتعرف تتدلع وتدلع بتعرف تاخد قلب جوزها حبيبها. للأسف الدلع أصعب من موضوع الأنوثة، وهو محتاج منك مجهود الحقيقة، وكله هيجي بالتمرين. شوفي، اديني عقلك شوية عشان عايزاه في موضوع مهم. في فرق بين دلع الأم ودلع الحبيب. لو دلعتيه زي أمه هيحبك زي أمه. يعني لو قلتيله البس لا تبرد، خد السندوتش قبل ما تنزل، كل عشان تكبر، حبيب أمه يا ناس كده يعني. لكن لو دلعتيه دلع الحبيبة أو الزوجة، يعني تعملي له مساج، تطرقعي له صوابع رجليه، تفليه، تليفيه مثلا، يعني اتفرجي معاه على الأفلام اللي بيحبها. بلاش تشتكي، هو أكيد صعب، بس اخترعي طريقة تتكلمي بيها من غير ما يحس إنك بتشتكي. اتعلمي حاجة هو بيحبها، اشتري هدية في أي وقت تحسسه إنك مهتمة وعلى باله دايما. لما يغلط أو يخاف من حاجة، يعني لو حس إنه بيصلع مثلا، ابعدوا عنه المشاط والفرش والشمبغات، وقولي له كلام مشجع، وحسسيه إنه أحسن وأحلى راجل مهم مهما حصل. في النهاية لو طبقتي كل اللي أنا قلت عليه ده، هتبقي صايعة بامتياز مع مرتبة الشرف. وطبعا أكرر تاني، صايعة بالمفهوم اللي وضحته الكاتبة في بداية الكتاب. اوعوا تنسوا، مين فينا ما مرش بقصة حب فاشلة وقلبه اتكسر 100 حتة ومعرفش يعدي من المرحلة دي؟ الكاتبة دارين هتوضح لك تعملي ايه عشان تتخطي مرحلة كسر القلب والتجارب الفاشلة. فاكرين تمارا؟ قبل ما تحقق شكل الحياة اللي هي بتحلم بيه، فشلت في محاولات تقدم وظيفي، وفشلت كمان في إنها تبدأ علاقات جديدة وحياة جديدة. تمارا عارفة إنها لو ما جربتش الفشل مش هتجرب النجاح. تمارا سمعت المقولة دي واستعملتها في حياتها. تمارا بتأكد على الصياعة مرة تانية. إيه الفرق بين الناجح والفاشل؟ الناجح فضل يجرب لحد ما نجح. مش كل مرة هتتعب فيها هتوصل للي انت عايزه، لكن عمرك ما هتوصل للي انت عايزه من غير ما تتعب. لو لسه في أحلام ما تحققتش، بفكرك اللي بيستنى بيحصل له حاجة من اتنين: يا إما مش بيحصل له حاجة أصلا ويفضل زي ما هو، يا إما بيحصل له حاجة هو مش عايزها. لما تتعرضي لكسرة قلب أو علاقة فاشلة، المطلوب منك تعملي إيه؟ المطلوب منك صبر جميل. الكاتبة بتقول إن الصبر الجميل عبارة عن 3 حاجات مع بعض: 1، إنك تعملي اللي عليه، 2، إنك تضحكي من جواكي على كل حاجة حصلت وبتحصل مهما كان حجمها، 3، إنك تبقي متأكدة إن النهاية سعيدة. طيب بعد الفشل العاطفي بيكون في اختيارين لتوجيه الألم: 1، أنا موجوعة عشان الإنسان ده خرج من حياتي ومش قادرة أتخيل حياتي من غيره. 2، أنا مصدومة عشان الإنسان ده مطلعش هو الشخص المناسب ليا وطلع مش الشخص اللي محتاجني ومحتاجاله. الصياعة بتقول إنك توجهي ألمك ووجعك للنقطة رقم 2، هو ده الصح. الوجع اللي بنحس بيه لما نعدي بوقت سعيد ونتمنى إن الإنسان اللي حبيناه يبقى معانا وإن السعادة مش بتكمل إلا بيه، الوجع ده مش سهل. إحساس الوحدة وأوقات الفراغ قبل النوم برضو مش سهل. طب إزاي أعدي مرحلة الوجع دي؟ عندك اختيارين: إلهاء أو تشتيت النفس، يعني تطوري من نفسك. أكيد سمعت الكلمة دي كتير، في أمثلة كتير ذكرتها دارين في الكتاب، زي تعلم اللغة، تعليم الموسيقى، تعليم الرياضة جديدة. شوف اللي ريحك واعمليه. الكاتبة دارين رجعت وحطت لنا كتالوج الحياة الاجتماعية الناجحة بتاع تمارا.
بيقول إيه الكتالوج ده؟ اتكلمي مع كل الناس من القلب، وانتي ظريفة ومبتسمة وخفيفة. تمارا عارفة إن دي أهم خطوة في حياتها الاجتماعية اللي بعد كده هتبقى جزء من نجاحها في حياتها العاطفية. تمارا عارفة إن بناء الحياة الاجتماعية السوية وبناء العلاقات الناجحة هو أول طريق النجاح وأكثر الأشياء جاذبية. بذمتكم في صياعة أحلى من كده؟ وعشان تبقي صايعة في علاقاتك بالمفهوم اللي اتفقنا عليه، تعالي أقولك تعملي إيه في جزئية أسرار بناء العلاقات. العلاقات هنا بتشمل علاقاتك ومعاملاتك مع كل الناس وفئات المجتمع دون استثناء. الكاتبة دارين ذكرت شوية قواعد أساسية عشان تقدري تكسبي أصدقاء، هقولها لك كده بالبلدي. بلاش تنتقدي، اعرفي إيه اللي بيحرك اللي قدامك واعرفي الحافز بتاعه، يا إما تساعديه يحققه يا إما تهتمي باللي عايزه أو تعملي الاتنين مع بعض. انبهري باللي قدامك، الابتسامة الحقيقية، الابتسامة اللي من القلب. الناس بتحب تسمع اسمها، استعملي أسامي الناس الحقيقية وقللي كلمة يا قمر ويا جميلة ويا باشا ويا حبي ويا كبير. خليكي شاطرة في إنك تسمعي الناس واسكتي لحد لما اللي قدامك يخلص كلامه. حسسي كل حد بتتكلمي معاه إنه مهم. بلاش الجدال، بلاش تفكري الناس بغلطها، هو ده التصرف السليم للصياعة. الجزء التاني، النجاح في الشغل. الراجل في الشغل راجل برضه، مش بس الستات والرجالة بيتكلموا لغتين مختلفتين، لأ دول كمان فاكرين إنهم بيتكلموا لغة واحدة. هما ممكن بيقولوا نفس الكلام بس المعنى مختلف. الراجل بيستخدم الكلام عشان يوصل المعلومة أو يحل المشكلة. الراجل مش بيهري كتير، وأصلاً الراجل الهراي باقي الرجالة مش بتحترمه. والستات كمان الحقيقة، الستات بتتكلم عشان 3 حاجات: 1 توصل المعلومة أو تاخد معلومة عادي يعني، منطقي طبعاً. 2 بتعبر عن مشاعرها أو تحكي مشكلتها فيقلل الإحساس بالضغط. الرجالة عادة بيصغروا حجم المشكلة عشان يقللوا الضغط، أما الستات بتكبر حجم المشكلة عشان تقلل الضغط. 3 ساعات الستات بتتكلم وهم مش عارفين بيتكلموا ليه. الصياعة هنا تكمن في إن الست الناجحة اللي في الشغل هي اللي تستعمل السبب الأولاني للكلام خصوصاً مع الرجالة. تعالوا نشوف كتالوج الشغل بتاع تمارا. تمارا في الشغل عارفة إن قوانين اللعبة تختلف من شغل للتاني، وبتختلف جوه نفس الشغل من إدارة للتانية. شفتوا الصياعة؟ شابو تمارا. عشان كده هي كتبت لنفسها لستة قوانين اللعبة عشان تعرف تلعبها صح وبصياعة في الشغل. 1 بلاش أعترض على كلام رئيسي في الشغل. 2 أشتغل على الأقل 5 ساعات إضافية في الشهر. 3 إني أكون مؤدبة أهم بكتير مني أكون صح. 4 المواعيد النهائية لازم تتحقق تحت أي ظروف. 5 الالتزام بالميزانية. 6 الموظف مش دايماً على حق. القوانين دي خلتها مميزة عن باقي زميلاتها في الشغل. الجزء الثالث، السيكو سيكو. تغيير المزاج بسبب السيكو سيكو. يا لئيم منك ليها، مش اللي في دماغكم على فكرة. السيكو سيكو قد يكون سبب أو عدة أسباب للنكد، زي ساعات بيبقى بكلمة. أيوة، كلمة واحدة قفلتك لدرجة إنك بقيتي مش طايقة حد يكلمك، ولا في البيت ولا في الشغل ولا في التليفون ولا في أي حتة. وكمان ساعات بتكون كلمة غلسة لدرجة إنك مش عايزة تحكي لحد عليها. امشوا من وش السعادي. السيكو سيكو ساعات بيبقى رفض من شخص أو كبسة أو إحراج. السيكو سيكو بيكون بسبب شكل مناخيرك اللي بتتكسفي منها لما بتركزي معاها. السيكو سيكو بسبب تغييرات الهرمونات اللي بتحصل للست كل شهر. عرفتم إيه هو السيكو سيكو؟ هو نكد بس نكد هياخد وقته ويمشي. الصياعة اللي على حق إنك ما تطوليش مع السيكو سيكو. في نهاية الكتاب دارين اتكلمت عن أسباب السعادة والتعاسة. ومن أسباب السعادة طبعاً إن علاقاتك تكون قوية جداً مع ربنا. حافظي على صلاتك دايماً وتكون في وقتها، وده إجباري على فكرة. وبرضو من أسباب السعادة إنك تختاري حاجة تحبي تعمليها، زي الرياضة والرسم والتلوين، الكتابة، القراية وحاجات تانية كتير. وتمارا بتعمل كده على فكرة. ومن أسباب السعادة هو عدم الامتنان. عدم الامتنان لمين؟ للناس؟ أيوة للناس بس؟ لا، وكمان للي خلق الناس. ساعتها بصي حواليكي وقدري الناس كويس، واشكري ربنا على النعمة اللي انت تعودت عليها، وافتكري إنها ولا حاجة. آخر حاجة اتكلمت عليها دارين هو طرق السعادة المزيفة. أي حاجة هتعمليها ضد مبادئك هي طريق سعادة مزيف، فلازم يكون عندك وعي كافي بمبادئك. في النهاية انت تحبي تكوني سارة ولا تمارا؟ أكيد كلنا عايزين نبقى زي تمارا. وأخيراً قولولي رأيكم في الحلقة واكتبوا لنا في التعليقات، هل قابلتم حد في حياتكم زي سارة أو تمارا؟ ونصيحتي ليكي يا صديقاتي العزيزة عشان تبقي صايعة أكتر،
اعملي سبسكرايب ولايك وشير عشان الناس تصيع أكتر، وسلام عليكم.